لو جيت قلت لك ان في شخصين، لو افترضنا واحد اسمه محمد والتاني اسمه محمود بيجروا مسافة 1000 متر، وقلت لك ان محمد قطع المسافة دي كلها في 40 دقيقة، انما محمود قطع نفس المسافة في 45 دقيقة، يبقى مين الاسرع؟ تلقائي عقلك هيقول لك محمد هو الاسرع لانه قطع في 40 دقيقة عكس محمود قطع في 45 دقيقة. طب لو قلت لك ان محمد ده كان بيجري في تراك يعني ارض مستوية، انما محمود كان بيجري في ارض رملية، ساعتها هتلاقي نفسك بدأت تفكر ان محمود هو الاسرع، لان 5 دقايق مش كفاية ان نقول محمد اسرع لانه كان بيجري في ارض مستوية انما التاني بيجري في ارض رملية، الموضوع اصعب. طب لو جيت قلت لك ان محمد وزنه 120 كيلو انما محمود وزنه 55 كيلو، هتلاقي نفسك بدأت تقول لا، يبقى محمد كده الأسرع لأن الوزن كبير جدا حتى لو كانت الأرض مستوية، فبالتالي محمد هو الأسرع. فلو انت لاحظت ان كل ما اديتك تفاصيل اكتر عن الموضوع بدأ حكمك يكون منطقي اكتر وصح. هي دي الحياة، لازم تشوف الصورة من جواها، ما تشوفش الصورة من بعيد وتصدر احكام. دقق في التفاصيل وخد في التفاصيل كلها وشوف من كل الجوانب علشان تقدر تحكم صح. هي دي الحياة، لازم تشوف الصورة كاملة، ما تشوفهاش من بعيد بس، دقق في التفاصيل عشان تقدر تصدر الأحكام. أنا هنا في مساحة نفسية بقدم محتوى يومي عن الصحة النفسية وتطوير الذات وتحسين علاقتك بنفسك قبل الآخرين. فلو أنت مهتم إنك تعلي من صحتك النفسية يبقى لازم تعمل فولو للصفحة دي، وما تنساش تشوف فيديوهاتنا اللي فاتت، وافتكر دايما إن في مساحة نفسية بنقولك استمتع بوقتك يا صديقي.